تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهارده هنتكلم عن باب من أبواب الدين اللي هو فعلا بقى كنوز حسنات. يعني بقى إيه؟ يعني يا ريت تجيب ورقة وقلم تكتب ورايا كل اللي هقول لك عليه ده، وأنصحك يعني أنت تلزمه كل يوم، ومن أسهل الطاعات ومن أكثرها عند الحق سبحانه وتعالى. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها أو أعلاها في درجاتكم، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا الأعناق، وخيرا لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة. قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى لا يحتاج إلى قبلة، ولا يحتاج إلى طهارة، ولا يحتاج إلى وقت معين، وعبادة سهلة جدا جدا، لكن هي عند الحق سبحانه وتعالى عظيمة جدا جدا. قبل ما نخش في الموضوع ده، تعالوا نتكلم في حكم السبحة أو المسبحة وأهل العلم لهم فيها أقوال، وإزاي أعقد التسبيح وكده. طبعا المسبحة أو السبحة ليس فيها شيء بإذن الله تعالى، لأن أصلا الناس بتاخد السبحة من منطلق العد. يعني هو بياخدها زي أداة، هو مش شكل دين، وبياخدها زي أداة بيحب إن هو يقول أعداد معينة أو كده. ولكن نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح على الأنامل. يعني كان يعقد التسبيح على الأنامل، وكان يعقد التسبيح بيده اليمنى، يبقى ما كانش بيعقد لا باليسرى ولا كان بالعقد وكده، كان على الأنامل. والسبحة برضو فيها كذا مشكلة، نقول الأفضل إن احنا ما بنستخدمهاش، لكن هي تجوز يعني. نمرة واحد، فيها رياء، يعني الناس برضو بتبقى شايفاك ان انت بتستخدم السبحة وكده. نمرة اتنين، ان انت ساعات وانت بتسبح ما بتكونش مركز، يعني بتكون مجرد بتقول ارقام او بتقول حاجات وخلاص، ما فيهاش استحضار قلب او تركيز او كده. فنقول الافضل ان انت حاول قدر المستطاع ان انت تسبح على الانامل وتعقد التسبيح باليمين. طيب، هات بقى ورقة وقلم، وهقول لك على اذكار فيها فضائل كثيرة جدا 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 عند الحق سبحانه وتعالى. أول هذه الأذكار حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عد معايا بقى، فله عدل 10 رقاب من بني آدم، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه هذا، ولن يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء من الحسنات إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليك. فشوف كل ده بأن أنت فقط بس بتقول إيه حين تصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، فيها كل الفضائل دي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الكلام إلى الله، فقال: سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده فيها برضو فضائل كثيرة، منها أنها أحب الكلام إلى الله، منها أنه من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة نفس الكلام، لا يأتي أحد بفضل مثلما جاء هذا الرجل أو رجل زاد عليه. يبقى برضو دي من الأذكار اللي أنا يا ريت أن أنا برضو أحرص عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده هي من قالها غرزت له نخلة في الجنة، فده فضل ثالث. وحينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج، فقال أن غراس الجنة لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فده برضو دي ذكر آخر. في برضو قال النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأحد الصحابة أن يدله على كنز من كنوز الجنة، فقال: أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فكلها دي أذكار يا ريت ان انت تكون كتبتها في ورقه وتحرص عليها كل يوم، مع طبعا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، مع قراءه قل هو احد 10 مرات، وزيد كل 10 مرات ببيت في الجنه، وتكثر من الاذكار بالشكل دي. يبقى احنا قلنا سبحان الله وبحمده، قلنا حديث ابو هريره المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان قريبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلنا سبحان الله وبحمده، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قلنا لا إله إلا الله، أو قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي غراس الجنة،
وقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة حين تصبح. قلنا فيها فضائل كثيرة، إن هي 100 حسنة وتمحو عنك 100 سيئة وتكون لك حرزا من الشيطان، وفيها فضائل كثيرة جدا. وتأتي يوم القيامة محدش عنده ثواب قدك إلا واحد عمل زيك أو زاد عليك. ففرصة كويسة إن احنا نلتزم بعد الحلقة دي بالأمور اللي زي دي، وبمشيئة الله دي لا محتاجة وضوء ولا طهارة ولا محتاجة قبلة ولا محتاجة أي حاجة. فأنا أتمنى إن شاء الله تكون حلقة مفيدة، وإن احنا نخرج بعد الحلقة دي إن شاء الله بالورقة دي وبالواجب العمل دي نحرص عليها كل يوم في اليوم والليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك.